انسي اي طريقة عملتيها للقراقيش. قراقيش المستعجلين هتحضريها في 10 دقايق بس، بنص كيلو من الدقيق وبسرعة الصاروخ. هتعملي قراقيش الصاج الواحد. عايزة اقولك بجد اختراع، في دقايق هتكون جاهزة معاكي لزوم السقسقة والدفا. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديوهاتي. اول حاجه اجيب عندي كوبايه من الميه الدافيه، هضيف عليها معلقه كبيره من الخميره ومعلقتين كبار من السكر. هضربهم كويس بالشكل ده زي ما انتم شايفين لحد ما اتاكد ان الخميره بتاعتي دابت كويس جدا. هركنها بقى على جنب 10 دقايق بالظبط لحد ما الخميره بتاعتي تتنشط. في الوقت ده بقى هجيب بوله فاضيه وهضيف فيها حوالي نص كيلو من الدقيق. هنخله كويس جدا بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين اهوت عشان اتخلص من اي تكتلات ممكن تكون موجوده. وطبعا النص كيلو دقيق ده ما يعادل 4 كوبايات بمج الشاي العادي. في الوقت ده بقى هجيب كوبايه من السمنه انا مدفياها يا دوبك كده سايحه مش سخنه، يا دوبك بس السمنه ساحت كده. بعد كده هضيف عليها ربع كوبايه من الزيت. طب الثوم كويس جدا في الدقيق بالشكل ده كده لحد ما اتاكد ان كل الدقيق اتغلف بالسمنه او الماده الدهنيه الموجوده عندي. طبعا تقدري تستبدلي كوبايه وربع من السمنه بس او من الزيت على سمنه او من الزيت بس اللي انت عايزاه. بعد ما اتاكدت ان كل السمنه والدقيق بتاعي اتغلف بالشكل ده كده، بعد كده هضيف رشه من الملح ومعلقه من البيكنج باودر ومعلقتين كبار من السمسم. طبعا تقدري تستبدلي السمسم بمعلقه من الشمر على اليانسون اللي انت عايزاه، مفيش اي مشكله خالص. طبعا دي كلها منكهات بتاعتك انت. في الوقت ده بقى كانت الخميره بتاعتي نشطت. هبتدي بقى اضيف الخميره والميه على العجينه بتاعتي بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. طبعا اول ما تضيفي الخميره على العجينه هتفكري بقى ان هي سابت منك كده خلاص، عينك ما تشوف الا النور. بالعكس كل ما تقلبيها كل ما تلاقيها بتلم معاكي وايديك بتنضف منها زي ما انت شايفه بالشكل ده كده اهو. عايزه اقول لك المقادير دي مظبوطه بالشعره. هبتدي بقى اغطيها كده لمجرد يعني ايه ربع ساعه بالظبط تخمر وترتاح، وبعد كده هبتدي اشكلها دفعه واحده زي ما انتم شايفين. بعد ما سبتها ربع ساعه ارتاحت هيبقى الصاج بتاعي بالشكل ده كده اهو زي ما انتم شايفين. طبعا انا مش دهناه اي ماده دهنيه. هبتدي بقى افرد العجينه بالشكل ده كده اهو بكل سهوله زي ما انت شايفه كده، مفيش اسهل ولا اجمل من كده. طبعا انا فردتها في صاج حوالي 30 في 40، لو انت حابه تعمليها على صينيتين مفيش اي مشكله خالص زي ما انت حابه. طبعا بتفضلي تفردي فيها لحد ما تحسي ان السمك بتاعها بقى معقول وسطح العجينه بقى متساوي في ايدك كده زي ما انت شايفه بالشكل ده كده اهو. حاولي تفرديها بالظبط كده زي ما انت شايفه. بتجيبي كيس تلاجة او كيس حلواني وبتفضلي تمشي بالمردانه كده على سطح العجينه. عايزه اقولك بيسهل عليكي كتير جدا وبيخلي سمك العجينه معاكي متساوي بالشكل ده كده وزي ما انتم شايفين. بعد ما فردتها بقى بالشكل ده واتاكدت خلاص ان العجينه بتاعتي ملت الصاج وبقت متساويه جدا وسطح القرقاش بتاعي بقى متساوي، هبتدي بقى ارش على الوش كده شويه من السمسم. وزي ما قلت لك دي كلها منكهات، لو ما انتيش عايزه مفيش اي مشكله خالص. وهبتدي بقى اضغط عليها كده بكيس الحلواني كده بالشكل ده كده او بالمردانه علشان اتاكد ان السمسم بتاعي مش هيقع او هيطلع من العجينه يلزق على سطح العجينه بالشكل ده كده. بعد كده بقى اغطيها حوالي ربع ساعه تختمر للمره التانية زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي بقى اقطعها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم مفيش اسهل ولا اجمل من كده. بتقطعيها بقى الحجم المناسب اللي انت عايزاه. انا مقطعاها شايفه ان التقطيعه دي مناسبه ليا، تقدري ترفعيها وتخنيها بتاعتك انت مفيش اي مشكله خالص. وطبعا الخطوه دي بتسهل عليكي كتير جدا، بدل ما تقعدي تقطعيها قطعه قطعه بتقطعيها دفعه واحده بالشكل ده كده زي ما انت شايفه. عايزه اقول لكم بجد سهله جدا وبسيطه قوي ومش هتاخد منك وقت خالص ولا مجهود. وعايزه اقول لك ضروري جدا تخمر معايا للمره التانية علشان تبقى هشه وما تبقاش مكتومه. وبعد كده بقى هندخلها الفرن على درجه حراره 180. طبعا فرن ساخن جدا علشان تبقى محمصه معاكي وحلوه ومقرمشه. بعد كده هتسيبيها بقى لو انت عندك فرن بيشتغل من فوق ومن تحت شغلي فوق وتحت عادي مفيش اي مشكله خالص، ووطي النار خالص على قد ما تقدري. بالشكل ده كده هتطلع معاكي محمصه ومقرمشه وفي منتهى الجمال. طالعه معاكي زي ما انت شايفه كده واخده كده لون تحفه بجد. عايزه اقول لك يا سلام عليها بجد تستحق التجربه مع كوبايه شاي بحليب، حاجه كده بجد اختراع. زي ما انت شايفه ما اخدتش مني وقت خالص ولا مجهود. جربيها صدقيني هتعتمديها على طول، حاجه بجد في منتهى الجمال. ولادك هيفرحوا بيها جدا جدا. وعايزه اقول لك دلوقتي انت بتجيبي الطبق من الافران حوالي فيه من 10 ل 12 قطعه بحوالي 45 جنيه. عايزه اقول لك النص كيلو من الدقيق هيعمل لك بسم الله ما شاء الله كميه كبيره جدا من القراقيش جنب كوبايه شاي بحليب بقى او جنب كوبايه شاي. عايزه اقول لك يا سلام عليها كده على الفطار الصبح. ولادك هينبسطوا بيها جدا جدا. وعايزه اقول لك مش هتاخد منك وقت زي ما قلت لك.
هتعمليها دفعة واحدة وتجهزيها، وفي 10 دقايق هتكون خلصانة معاكي. لازم تجربيها بالطريقة الجديدة دي، صدقيني هتعتمديها على طول. القراقيش الفلاحي بسرعة الصاروخ، اعمليها دفعة واحدة وجهزيها لولادك. حاجة بجد اختراع، سريعة جدا جدا وريحتها في منتهى الجمال، غير انها دايبة جدا جدا وهشة ومقرمشة وخفيفة. يا سلام عليها كده جنب كوباية الشاي، وزي ما قلتلك لزوم السقسقة والدلع والدفى. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. وطبعا لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم اشعار بكل ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.